السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد حوالينا بيقع في غلط معين، سواء أزواجنا، ولادنا، أصحابنا، أي حد بيقع في حاجة معينة معروف إن هي غلط. بيشوف حاجة غلط، بيعمل حاجة غلط، بيشرب حاجة غلط، علاقة مش تمام. الناس دي يا جماعة هي موجودة كاختبار لينا، علشان نبان ويوضح لينا احنا قد ايه بنتقبل وجود ان الناس تكون عندها اخطاء. ده مش معناه ان احنا بنقول على الحاجة دي صح وانه ماشي واوكي ويلا نعمل زيه، لا. بس كون حد جنبي، حد معايا يعمل ذنب كبير، غلطة، خطيئة، حاجة كده اللي هي مرفوضة دينا ومجتمعيا وشرعا وقانونا وأي حاجة، ده ما يدينيش الحق إن أنا أتصدم وأنهار وأنسى إن هو أي حد بيعمل أي حاجة غلط بتبقى لحظة ضعف. أي حد بيعمل أي حاجة غلط هو عملها في لحظة ضعف إنساني. كل الناس عندها مبادئ، كل الناس عندها وعي بالصح وبالغلط وإن ده غلط. مفيش حد في الدنيا هتسأليه مثلا الخيانة صح ولا غلط وهيقولك صح، حتى لو كان عنده مليون مبرر. هو في حتة جواه في العمق كده عارفة إن هو في غلط، بدليل إن هو استخبى، بدليل إن هو عملها في الدرة. هو عارف إنها غلط، ولكن لحظة الضعف الإنساني هي اللي دفعته يعمل كده. طيب أنا دوري إيه؟ عادي يعني؟ لا، هو مش موضوع عادي، هو موضوع إن الإنسان لما يكتشف إن حد عمل حاجة كبيرة، حاجة غلط كبير، يقول لنفسه هو كان في لحظة ضعف إنساني. التعامل مع الشخص بعد إدراك اللقطة دي إنه كان في لحظة ضعف إنساني بيختلف تماما عن إن أنا أنكر إن هو إزاي يعمل كده. إزاي يعمل كده دي بتاخدنا في طريق يعني رهيب. ممكن يكون الشخص اللي احنا بنقول عليه إزاي يعمل كده ده طريق فقدانه، وإنه مش هيبقى موجود تاني في حياتنا، أو إن احنا نخسره. لأن أنا مش قادر أقبل واتصور انه ازاي يعمل كده. هو عمل كده لانه بني ادم، هو عمل كده لانه هو كل الناس عندها نقط ضعف وعندها لحظات ضعف، حتى لو كان دي مش نقطة ضعف عنده، بس في لحظة معينة هي اللي ساقته يعمل كده. بره اللحظة دي وخارج الموقف ده هو ممكن كان ما يعملش كده، في ظروف معينة، وده مش مبرر، بس في ظروف معينة كانت في اللحظة دي قوية عليه ان هو يعمل الغلط ده. فانا لما اتعامل معاه بالوجه ده وبالطريقة دي، وانها لحظة ضعف انساني مش صح ومش تمام اللي هو عمله، بس هي في الاول وفي الاخر لحظة ضعف انساني، هتخليني بعد كده وانا باخد قرار هتصرف معاه ازاي هيكون قرار صح. حتى لو هنسيب، حتى لو هنبعد، انا مش قادرة اتحمل وجود الشيء ده في حياتي، ماشي مفيش مشكلة، بس ما نحكمش على الشخص برضو ان هو ازاي يعمل كده. هو ضعف زي ما كلنا بنضعف، حتى ولو اختلفت المواضيع. يعني ممكن يكون حد ضعفه الإنساني خلاه يخون، خلاه يعمل واليعوذ بالله الزنا. في حد تاني لحظة ضعفه الإنساني يشرب حاجة، يشوف حاجة، ياخد حاجة مش بتاعته. هتختلف السلوكيات اللي هنعملها في لحظات الضعف، لكن كلها واحد. يعني ممكن يكون الشخص اللي عمال يقول ازاي يعمل كده، ازاي يعمل كده، ازاي يعمل كده، يكون هو عنده لحظات ضعف إنساني في حاجة تانية، في الأكل مثلا. هو البني آدم اللي يجي على عمال على بطال عمال ياكل 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 ياكل، يفترس الأكل بالنسبة له عبارة عن افتراس، شغل بيشتغله. هل دي مش لحظات ضعف إنساني؟ هل هو في قرارة نفسه سعيد باللي هو بيعمله؟ هو مش نفسه يكون الشخص اللي بياكل وقت ما يكون فعلا
جسمه محتاج الاكل بالكميات المعتدلة، بنوعيات الاكل المعتدلة. مش كل همه في الحياة فجعة كده على الاكل، هو اكيد نفسه في كده، بس وهو بيعمل الضعف الانساني ده هو عارف هو بيعمل غلط، هو عارف ان ده ضعف، انه مش قادر يتحكم. يعني لحظة الضعف انه مش قادر يتحكم في شهوة الاكل. في حد تاني مش قادر يتحكم في شهوة ان هو ينام كتير 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 زيادة عن اللزوم، شهوة ان هو مش بيعمل حاجة مفيدة، عايش كده في الطراوة، شهوة ان هو بيضيع الوقت، شهوة ان هو يمسك الموبايل عمال على بطال. واعتقد ده مرض الايام دي، مرض العصر دلوقتي، ان يعني حتى الناس اللي بيسموا نفسهم ملتزمين، حتى الناس اللي بيربوا ولادهم، حتى الناس اللي ليها وظائف راقية بيقعوا في لحظات الضعف الإنساني. بقيت بحس ان السوشيال ميديا والتعليقات والإعجابات واللايكات بقت عبارة عن زي شبكة كده، الناس كلها بقت بتقع فيها إلا من رحم الله. فدي لحظة من لحظات الضعف الإنساني. يعني هي لما واحدة ست تقعد في اليوم، يعني أنا بصراحة بسمع أرقام غريبة، 10 ساعات و12 ساعة ماسكة الموبايل، ده إيه؟ طب ده مش ذنب؟ طب دي مش لحظات ضعف إنساني؟ يعني القعدة التربيطة دي كلها ماسكة حتة حديدة في إيدي وعمالة يعني اتفرج 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 اتفرج. ودلوقتي في السكرول والحاجات اللي هي ورا بعض، التيك توك والحاجات دي كلها، خلاص يعني مش بس وقعت في المصيدة، انت مش هتعرف تطلع منها. دي مش لحظات ضعف انساني؟ بنقابل بقى طريقة التصرف الغلط في لحظات الضعف الانساني دي مع الاطفال. يعني الكبار كبار بنقول ازاي يعمل كده، في بقى اطفال، في طفل كذب، في طفل خد حاجة مش بتاعته، دي لحظة ضعف انساني مع طفل محتاج وعي عشان تبقى مرة وتعدي، ما تبقاش علامة وتشوه في شخصية الطفل ويفضل عايش بالعقدة دي طول عمره، وممكن يستمر ويزيد. يعني ببساطة جدا، الطفل عمل حاجة فبتسألي مين اللي عمل كده، فراح كذب، فأنا بقى مسكته وغسلته، يا كذاب يا كذاب، انت تكذب ازاي، تعرفش ان الكذب حرام؟ لا، ليه 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 ليه؟ هو ببساطة جدا قال ان هو لا ما عملش كده عشان خايف. فانا لو قدرت ان هو لحظة ضعف فكذب او عمل الغلط، ولحظة ضعف تانية خاف، فطمنه عادي جدا مفيش اي مشكلة، وبعد كده نتكلم معاه ونفهمه بالراحة وبطريقة غير مباشرة، في حدوتة، في حضن كويس، في موقف كويس نحكي، خلصت الحكاية. وممكن تبقى اخر مرة، بالعكس دي تبقى بوابة والسبب ان الطفل ده يتعلم الصدق ويهوى الصدق ويحبه، او يهوى انه يحافظ على الامانات، او يهوى ان ما يهملش في حاجة من لعبه ولا من كتبه ولا من حاجته. كل دي مواقف ممكن تفتح لنا باب من اتنين: ان يتأكد على المعنى الايجابي اللي انا اصلا وقفت اهلل واعمل دوشة عشانه، بان انا اخد الموضوع بالراحة، وان دي لحظة ضعف وممكن ما تجيش تاني، وعدي. مش عدي يعني ان انا ما اعقبش على الموضوع، لا، اقف وقفة صح. او الباب التاني ان الطفل يضيع مني بقى خالص، ويبقى طريق مستمر من الكذب او مد الايد او الاهمال او. فكلنا بشر وكلنا عندنا لحظات ضعف، نرحم لحظات ضعف اللي حوالينا ايا كان التصرف اللي هنتصرفه معاهم، بس البداية لازم تكون لحظة رحمة للحظات الضعف، لازم. وكمان نرحم ضعف أنفسنا، لما نعمل حاجة غلط نعتبرها لحظة ضعف، ولحظة الضعف دي محتاجة ان هي تتعامل بالراحة برحمة عشان ما تتكررش تاني، مبقاش جلد ذات وبهدلة وانا فاشل وانا مفيش فايدة فيا ومش عارف. خلاص اللي حصل حصل، مفيش اي مشكلة، واشوف خطوات بسيطة ادخل بيها على الحاجة اللي نفسي اعملها بالراحة، بمقدار بسيط، بمقدار بسيط، اعدل العادة
اشيل العادة، اتعامل مع نفسي بتراحم ومع كل اللي حواليا. تراحموا. ربنا سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة، وسع كل شيء رحمة، وأمرنا ان احنا نبقى رحماء. اللهم ارزقنا التراحم، وارزقنا اللين، وارزقنا التذكرة وقت لحظات الضعف، نبقى ذاكرين ربنا، وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى عفو، وعارفين ان ربنا سبحانه وتعالى غفور. هو غفور، هو عفو. وانا يا انسان ابقى جلاد، ابقى محكمة وقاضي؟ مش صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.